السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا وحبايبنا، اخباركم يا رب تكونوا بخير. استكمالا لقضية اخطاء التدريب، النهاردة هنتكلم بعنوان ما تستناش منه اكتر منه. يعني ايه؟ يعني النهاردة كلامنا للناس اللي بتشتري كلاب وللناس المدربين اللي بتاخد الكلاب دي تدربها. اول جزء من كلامنا للناس اللي بتشتري الكلب، لازم الاول تسأل نفسك سؤال: انا بشتري الكلب ده عشان ايه؟ يعني ما ينفعش اجيب كلب لا يصلح للتدريب واعتقد خطأ ان انا هوديه للمدرب، ان المدرب ده ساحر فهيخليه بيعمل كل حاجة. طبعا ده مش صحيح. كل كلب ربنا بيخلقه جواه غرايز مفيدة للتدريب، بنستخدمها علشان نعلم الكلب. في الاخر التدريب يا جماعة هو تطوير غرايز خلقها ربنا جوه الكلب، ما بتخلقش حاجة مش موجودة. يعني الكلب اللي عنده فكرة، اللي عنده مشغلات مؤهلة لانه يكون كلب حراسة، بنشتغل على المشغلات دي وبنفضل ننميها ونوظفها توظيف صحيح. ولكن اللي ما عندوش صدقني ما يلزموش. طيب الجزء الثاني من كلامي لمين؟ للمدربين اللي حضرتك بتودي له الكلب، بيعمل له اختبار ويبقى عارف كل العلم وعنده فهم جيد جدا ان الكلب ده لا يصلح لانه يكون في الوظيفة اللي انت محتاجه فيها، ومع ذلك بيقول لك ماشي هنشتغل معاه ونحاول، علشان في الاخر ياخد منك ثمن الكورس ويقول لك هو ده اخر الكلب مش نافع. طيب انت من الاول يا استاذنا لما تيجي تاخد من حد كلب، المفروض ان انت تختبره وتقول له يا فندم الكلب ده بناء على خبرتي واختباراتي اللي عملتها للكلب بقول لك ان الكلب ده هيوصل لليفل كذا، هيكون بيعمل كذا ان شاء الله بعد الكورس. هل ده مرضي بالنسبه لك؟ هل ده مؤدي للوظيفه اللي انت محتاجه فيها؟ بناء عليه لو العميل قال يبقى انا بكمل الكورس، ما قالش يبقى بعد الاختبارات لو المستوى اللي هيوصل له الكلب غير مرضي يبقى انا ما ينفعش اكمله اصلا، ما ينفعش ادربه، ما ينفعش احاسب العميل عليه. في الاخر اتقوا ربنا في الجنيه اللي بتاخدوه، اتقوا ربنا في الفلوس اللي بتاخدوها. فهم العميل، مش هتخسر حاجه خالص لما تقول له الصح ايه والغلط ايه وازاي يختار كلب صح. حتى لو هو غلط واشترى كلب ما لا يصلح، لو اشترى كلب لا يصلح يبقى انت في الاخر بتفهمه ايه الصح عشان ما يكررش الغلطه دي تاني ويشتري كلب المره الجايه يكون يصلح للايه، للوظيفه اللي هو محتاجه فيها. واخيرا مستني تعليقاتكم، اي حد عنده سؤال يا ريت تشرفوني باسئلتكم، احنا بنرد على كل الناس. شكرا لمتابعتكم، اشوفكم على خير، سلام.